يا السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم الشاف ياس فود. اليوم غنحضروا معكم تقليه مراكشيه على طريقتي، بلا بصله بلا ماتيشا اللي كتجي خاتره وما تشبعوش منها. كونوا اكيدين الا جربتوها غادي تولي معتمده عندكم، وبقاو معنا تشوفوا طريقه التحضير. بسم الله. كنحتاجوا التقليه ديال البقري اولا ديال الغنمي، سكنجبير، البزار، القزبر اليابس، التحميره، الكمون، الخرقوم، الزعفران، مصير حي، ثومه، زيت العود، وشويه ديال الخل. وفي الاول غادي ندوزو نكرطوا الكرشه من هاد الشيء هذا اللي تيكون فيها، فهي كنديروها في واحد الماء سخون، هي كنخشيوها كنجبدوها تنبدا تنكرطوها ونقرضوها. بعد ما نقينا الكرشه مزيان وكرطناها فهي تكون على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للتقراط فهو كيكون موين، ما هو كبير ما هو صغير. تنقرضوا الكرشه والريه والمجبنه حتى هي وندوزو لطريقه التحضير. كناخذوا الكوكوت كنديروا فيها التقليه ديالنا، شويه تاع السكنجبير، شويه ديال البزار، تقريبا معلقه تاع القزبر اليابس، معلقه ديال التحميره، نص معلقه تاع الكمون، شويه تاع الخرقوم، كنديروا شويه ديال الزعفران حر، راس ديال الثومه، وكنديروا المصير اللي كنحيدوا ليه البابه وكنحيدوا ليه العلف كيف جرات القاعده ديما. فبالنسبه للمصير الا كان حايل ولا ملح مزيان فهو كيجي مالح، من الاحسن نقصوا ليه هاد البابه هادي ونديروها القشره. كنديروا زيت العود تقريبا نص كاس، تقريبا معلقه كبيره ديال الخل. بالنسبه للخل فانا كنديرو بحكم مع المصير وهذا القوام هذا فكيعطي واحد الحموضيه رائعه. جربوه حتى نتوما. وبالنسبه للقوام فهو كيختلف على حساب ديما الكميه اللي عندنا. دابا كنديروا الماء، وبالنسبه للماء فهو كنحاولوا نغطيو بحكم الكرشه والريه راه ما كيطلقوش الماء. وبالنسبه حتى للماء فهو القياس كيبقى على حساب الكرشه كي دايره. الا كانت كرشه كبيره فهي كتشد الطياب، يعني كنحتاجوا الماء كثير. كان كرشه صغيره راه كنحتاجوا غير القياس ديال الماء ونديروها الطيب. وها هي التقليه ديالنا بعد ما طابت فهي درنا معها شويه ديال الزيتون، وها المريقه هي اللهم بارك راه خاطر وداكشي من غوم. بسم الله. داكشي يا سلام. ما تنساوش ديروا لنا كومونتير وجيم وبارطاجيو الفيديو ديالنا، وتحياتي.